اهلا بيكم في قناتي عالم منار. لو اول مره بتتابعوني وحابين يوصلكم كل وصفاتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن علشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض فطاير الشجره بالعجوه بطريقه سهله جدا ومكونات موجوده في كل بيت، وتغنيكي عن حيره فطار كل يوم. تقدري بقى تاكليها كده في الفطار جنب كوبايه شاي او جنب كوبايه قهوه، حلوه جدا وهشه وقطنيه وتفتح النفس. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف عملناها ازاي. فاول حاجه عندي في العجان هضيف 4 كوبايات من الدقيق منخولين كويس جدا وعليهم رشه ملح. هنزل عليهم ب3 معالق من السكر، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه صغيره بيكنج باودر، ظرف فانيليا اختياري، ربع كوبايه زيت. هضيف عليهم كمان كوبايه من اللبن، وهشغل بقى العجان واخلط كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. طبعا واضح ان العجين لسه محتاج سوائل. هنزل بتلت كوبايه من الميه، هنزل بيه تدريجي شويه شويه كده لغايه ما ابتدي الاحظ ان العجينه لمت كده زي ما حضراتكم شايفين، واستعملت بالظبط تلت كوبايه من الميه اللي حابب يعرف المقادير. كده خلاص العجينه اتلمت وبقت تمام التمام. في بوله فيها لمسه صغيره جدا من الزيت هنضيفها كده، وبعد كده نقفل بقى عليها ونسيبها تخمر حوالي ساعه ونرجع نشكلها مع بعض. ورجعت لكم تاني بعد ما سبت العجينه تخمر براحتها وشكلت العجوه الاصابع، وهنا حاولت برضو اشكل كده العجين لكرات متساويه في الحجم. يعني بنشكلها كده لكرات ونبتدي نكورها كده على الرخام علشان تبتدي تبقى متساويه بالشكل ده كده. وبعد ما شكلت الكرات غطيتها كده بكيس بلاستيك علشان ما تنشفش، وبعد كده سبتها تخمر شويه وفردتها بقى كده بالفراده. وبرضو نفرد اصابع العجوه كده بالشكل ده ونحطها في الوسط، وبعد كده نقفل عليها من الجوانب ونحط بقى الطرف ده على الطرف التاني ونلزقهم في بعض. وبأي مقص بقى عندنا كده نعمل شكل الشجرة دي، هتطلع معاكم بكل سهولة بالشكل ده. بعد ما شكلنا الكمية كلها هنجيب صفار بيضاية ونحط عليها معلقة من الفانيليا أو معلقة من الخل ونقلبهم كويس، وبعد كده ندهن بيهم وش الفطاير كويس كده بالفرشة. لو مش حابين تدهنوه بيض ممكن تدهنوه باللبن، وممكن كمان تستبدلوا حشوة العجوة بأي حشو بتفضلوها، مثلا جبنة. دلوقتي بقى هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 ونرجع نقدمها. وده الشكل النهائي لفطاير الشجرة بالعجوة بعد ما طلعناها من الفرن. شايفين ما شاء الله هشة وجميلة جدا ولونها ذهبي، بجد شكل الشجرة يفتح النفس. حلوة قوي قوي وهشة وقطنية ومفرغة من جوه، هتعجبكم جدا جدا لما تجربوها. لو عجبتكم بقى الطريقة دي ما تنسوش لايك وشير للفيديو. باي باي.